في ليلة 24 سبتمبر 2003 في منطقة سينسا دونج، واحدة من أرقى أحياء جامجم في سول في كوريا الجنوبية. في شقة كبيرة كان الأستاذ الجامعي إي دوك سو عنده 72 سنة قاعد في مكتبه وسط أوراقه وكتب، وفي الأوضة اللي جنبه كانت مراته إي إن أوك عندها 67 سنة. كل حاجة كانت ماشية طبيعي وهادية جدا لحد ما الباب اتفتح فجأة. قبل ما الأستاذ يستوعب اللي بيحصل، شخص اقتحم الأوضة في إيده شاكوش حديد وزنه كان 4 كيلو. ضربة واحدة الدم غرق المكتب، وقع جسمه على الكرسي بدون أي حركة. مراته سمعت الصوت، لكن قبل ما تعمل أي حاجة كان القاتل قدامها لحظات وكان ليها نفس مصير جوزها. المكان اتقلب، الدولاب مفتوح، الأدراج مرمية على الأرض كأنها جريمة سرقة. لكن في حاجة غريبة، كل الفلوس والمجوهرات كانت في مكانها. الشرطة لما وصلت كانت مقتنعة إن جريمة سرقة انتهت بجريمة قتل، بس الحقيقة كانت أبشع بكتير، لأن دي كانت بداية سلسلة قتل هتحير الشرطة وهتخليهم مش قادرين يوصلوا لحل. بعد أسبوعين بس من الجريمة اللي حكيناها، حصلت جريمة تانية وأبشع من الأولانية. يوم 9 أكتوبر 2003 في حي جوم نجو، واحد من أرقى أحياء المدينة اللي مليان بالفلل الضخمة والبوابات العالية والكاميرات في كل زاوية. كل حاجة كانت بتدي إحساس بالأمان، لكن مفيش مكان آمن من القاتل اللي قرر يخلي الليلة دي آخر ليلة لعيلة كاملة في فيلا ضخمة سكانها كانوا بيجهزوا للنوم. كانج أونسون عنده 85 سنة وجد عجوزة، وزوجة ابنها إي سوك جين عندها 60 سنة، وحفيدها اللي كان عنده 35 سنة اللي كان قاعد على كرسي متحرك بسبب إعاقته الجسدية. قبل نص الليل كان في حد بيتحرك في الضلمة حتى الجنينة وتسلل من الباب الخلفي ودخل. أول ضربة كانت للست العجوزة، ضربها بالشاكوش، وقبل ما تقدر تستوعب اللي حصل كانت ميتة. وبعدها مرات ابنها وقعت بنفس الطريقة، لكن البشاعة الحقيقية كانت في الدور اللي فوق. الحفيد كان لسه صاحي بس ما كانش قادر يتحرك من على الكرسي. القاتل سحبه من على الكرسي ووقعه على الأرض وقتله. تاني يوم الصبح الابن حاول يتصل بيهم، لكن طبعا ما فيش رد. بعد ساعات من القلق قرر يروح بنفسه ويطمن على عيلته. فتح الباب وخطوة واحدة بس كانت كفيلة تخليه يصرخ من الرعب. فورا بلغ الشرطة والمحققين دخلوا، وأول لما دخلوا كانوا متوقعين جريمة سرقة، لكن الغريب ما كانش في حاجة مسروقة. الفلوس في مكانها، الذهب، التحف، كل حاجة زي ما هي. في نوفمبر 2003 القاتل موقفش عند كده، ده كمان قتل مرتين تاني. الأول هاجم زوجة مليونير في سامسونج دونج حي في مقاطعة جانجم، وبعدها قتل راجل غني مدبرة منزله في يونغ كونغ. الشرطة بدأت تلاحظ النمط، جرائم متتالية في مناطق مختلفة. بس في حاجة غريبة، القاتل ما كانش بياخد كل حاجة، كل ضحاياه كانت من الطبقة الغنية. طب ليه؟ ومع استمرار الجرائم الشرطة ما كانش عندها غير بعض آثار الأقدام ولقطات كاميرات مراقبة مش واضحة، ما قدروش منها يحددوا أي خيوط تساعدهم في التعرف على القاتل. اللي عرفوه بعد كده كان أبشع بكتير، القاتل ما كانش بيسرق، القتل نفسه كان هو الهدف. والأسوأ كان لسه ما خلصش. قبل ما يبقى واحد من أخطر القتلة المتسلسلين في تاريخ كوريا الجنوبية، كان يو يونج تشول مجرد طفل بيكبر في ظروف قاسية. اتولد في 18 إبريل سنة 1970 وسط عيلة فقيرة جدا. أبوه كان غايب وأمه كانت بتكافح عشان تربيه هو وإخواته. الفقر كان بيطارده في كل حاجة، هدومه القديمة، طريقة كلامه، نظرات الناس ليه. التنمر كان جزء من يومه، وده خلى جواه غضب مكتوم لكل حد عايش حياة أحسن منه. ومع الوقت بدأ يتطور أسلوب عنيف، بس مش مع البشر في الأول،
كان بيطلع غضبه على الحيوانات وخاصة الكلاب اللي كان بيحبسها ويعذبها. في سن 18 سنة دخل السجن لأول مرة بسبب سرقة جيتار. بعدها حياته بقت سلسلة من السرقة والاحتيال، كل ما يخرج كان يرجع يدخل السجن تاني. في 1992 اتجوز عاملة في صالون تدليك، خلف منها ولد، والفترة قصيرة كان باين انه استقر، لحد ما يجي اليوم اللي يتقبض عليه بتهمة اغتصاب فتاة قاصر، واتحكم عليه بالسجن 6 سنين ونص. ودي كانت أول جريمة عنف جسدي اتسجلت عليه، وكانت نقطة تحول. في السجن مراته طلبت الطلاق، وده خلاه يحس بالإهانة والخذلان. العقوبة ما غيرتش فيه أي حاجة، بالعكس زادت كراهيته للناس خاصة للستات. خرج من السجن في ديسمبر 2002، لكن المرة دي ما كانش ناوي يرجع للسرقة، كان مجهز خطة أبشع بكتير. وفي سبتمبر 2003 بدأ بقتل أغنى العائلات في سول، وبعدها غير هدفه. في بداية 2004 بدأ يحصل اختفاء غامض لعدد من الستات في سول، وتحديدا العاملات اللي شغالين في مجال الدعارة والتدليك. في كوريا الجنوبية الدعارة غير قانونية، والضحايا دول كانوا مستخبيين، يعني محدش كان بيدور عليهم قوي. بمجرد ما بيدخلهم شقته وبيقيموا علاقة بيقتلهم بالشاكوش. الشاكوش ده ما كانش شاكوش عادي، كان متصمم مخصوص لإيده عشان وزنه كبير جدا ودراعه قصير عشان يسبب أقصى ضرر ممكن. بعد القتل كان بيقطع الجثث بفاس وسكاكين ومقصات وبيتخلص منها في الجبال، وعلشان يضمن ان محدش يتعرف على الضحايا كان بيقطع اطراف الصوابع قبل ما يرميها. بين مايو ويوليو 2004 يو يونج تشول قتل على الاقل 11 ست، لكن موتهم على عكس موت الاغنياء ما جذبش اي اهتمام. لكن بالنسبة لمالك واحد من بيوت الدعارة الموضوع كان مريب جدا. في الأول لما بدأت إن البنات تختفي كان فاكر إن هما بيسيبوا الشغل أو هربوا لأي سبب، لكن مع الوقت بدأ يلاحظ نمط غريب. كل البنات اللي اختفوا آخر مرة خرجوا فيها كانت بناء على طلب من نفس العميل، نفس الرقم، نفس طريقة الحجز، نفس النهاية الغامضة. في يوم 15 يوليو 2004 جه اتصال جديد من الرقم المشبوه، لكن المرة دي كان في فخ مستنيه، لأن اللي بيشغل البنت لجأ للشرطة. الزبون المعتاد طلب بنت جديدة وحدد مكان اللقاء في حتة ضيقة ورا فندق كبير في سول، لكن بدل ما تقابله الضحية الجديدة لقى نفسه متحاصر من الشرطة وتم القبض عليه بدون أي مقاومة. في غرفة التحقيقات بدأوا يستجوبوه عن اختفاء فتيات الليل، لكن المفاجأة إنه بدأ يعترف على جرائم أكتر. اعترف بهدوء إنه قتل 19 شخص، وبعدين زود الرقم ل20، وبعدين زوده ل26. الشرطة كانت في حالة ذهول، كل مرة كان يحكوله عن جريمة كان بيهز راسه ويقول أيوة دي أنا اللي عملتها. لكن بيلاحظوا حاجة غريبة، بعد الجرائم اللي اعترف بيها ما كانش ليها أي دليل. كان بيحكي تفاصيل عن جرائم لكن الشرطة ما قدرتش تأكد صحة الكلام ده، هل كان بيقول الحقيقة ولا كان بيلعب بيهم. وكانت المفاجأة إنه قال لهم إن هو اللي ورا الجرائم اللي في الأحياء الراقية، ما كانش عنده أي مشكلة إنه يحكي عن قتل الأغنياء والستات العاملين في الدعارة، بالعكس ده كان فخور. ولما سألوه عن دوافعه قال ببساطة أنا بكره الستات والأغنياء ويستاهلوا الموت. في أوائل يوليو في 2004 خلال استجوابه ادعى إن عنده نوبة صرع وبدأ يتشنج قدام المحققين. الإسعاف وصلت والشرطة من خوفها على صحته فكوا كلبشات عنه. في لحظة غفلة قام يجري وهرب من مركز الشرطة، راح لشقته وحاول يمسح أي أدلة تربطه بالجرائم. اتخلص من حاجات كتير كانت بتخص الضحايا ونظف المكان كويس لأنه عارف إن الشرطة هتدور هناك، وكان عايز يخفي كل أثر ممكن. لكن هروبه ما استمرش كتير، بعد 12 ساعة تم القبض عليه تاني بالقرب من محطة يونج دونج من خلال دورية شرطة اتعرفت عليه. في خلال استجوابه للمرة التانية كان في حاجة ناقصة، السلاح اللي استخدمه في الجرائم.
الشاكوش اللي متصمم مخصوص لإيده. الشرطة ما كانش عندها أي دليل ملموس تربطه بأي جرائم، فعشان كده كانوا محتاجين السلاح ده عشان يثبتوا عليه القضية بالكامل. بعد ضغط شديد اعترف بمكان السلاح وتم العثور عليه. العلماء الجنائيين اكتشفوا جزيئات من اللحم البشري على الشاكوش. بعد ما عمل تحليل DNA طلع ان المادة البيولوجية متطابقة مع بعض الضحايا اللي تم العثور عليها. الدليل العلمي دوت كان اثبات قاطع ان الشاكوش ده هو بالفعل أداة الجريمة اللي استخدمت في القتل، وده أكد اعترافات يو يونج تشول وزود قوة القضية ضده. الشرطة طلبت منه انه يروح معاهم ويدلهم على مكان الجثث، وهنا ظهر لأول مرة قدام الكاميرات، والصحافة الكورية لقبته بقاتل معطف المطر. خلال محاكمته كان سلوكه مستفز، فأول ظهور ليه في المحكمة رفض الدفاع عن نفسه وأعلن إنه هيقاطع الجلسات واعتذر للضحايا. لكن بعد أسبوعين رجع تاني وحاول يهاجم القضاة. تراجع عن اعترافه بجريمة قتل حصلت في فبراير 2004، وبعدها حاول يهاجم واحد من الحضور اللي شتمه. في النهاية وقع على تعهد بعدم التسبب لأي فوضى تاني. القاضي كان واضح: جرائم غير مسبوقة، ألم لا يمكن تعويضه، الإعدام هو الحكم الوحيد العادل. لكن القضية دي ما كشفتش بس عن قاتل متسلسل، دي كمان كشفت عن حاجات أخطر في الشرطة الكورية، زي ضعف التنسيق، قلة تبادل المعلومات، والتأخير في التحقيق. كل ده سمح ليونج تشول إنه يقتل العدد ده كله من قبل أي حد من يمسكه. في واحدة من أغرب اللحظات في قضيته، القاتل قال إن أكتر لحظة مرعبة في حياته ما كانتش لما شاف راس مفصولة عن جسمها، لكن لما ابنه اتصل عليه وهو بيقطع الجثة وسأله: من صوتك؟ أنت لسه عندك برد؟ في 13 ديسمبر 2004 صدر الحكم بإعدامه على 20 جريمة قتل، لكن كوريا الجنوبية ما نفذتش أي حكم إعدام من 1997، وده معناه إن يو يونج تشول لسه عايش في زنزانته محكوم عليه بالموت.